انا لا هروح لقضيه نادي القرن ولا هكلمكم في قصه المعايير ولا هتكلم في كل ده. انا هتكلم في فيديو انا يا جماعه ما ينفعش اعديه، لان مصطفى مراد فهمي شخص اهلاوي يتعرض دائما لكل انواع التنكيل المعنوي وكل شكل من اشكال الاساءات والخوض في سمعته، لان هي تتعلق بقدرته وكفاءته الاداريه في الاتحاد الافريقي. محدش بيرد. وكأن مصطفى مراد فهمي او المهندس مصطفى مراد فهمي مش شخص اسرته تاريخيا ووالده لهم رمزيه على كره القدم المصريه وتاسيس كره القدم المصريه ورمزيه في النادي الاهلي. فانا مش هسيبه يتقال عليه كده، ومش هقف اتفرج ومش هعديها واقول ياه الناس زهقت من نادي القرن. انا بكلمكش في نادي القرن، شرحناها وقلناها وعملنا كل حاجه فيها، ولكن لا يمكن ان احنا نفضل نقبل ان الراجل ده طول الوقت بيتعرض للنوع ده من التنكيل المعنوي واحنا ساكتين واحنا سايبينه، واللي يتقال عليه يتقال. لا، اللي مش قصه اللي يتقال عليه يتقال. ده شخصيه لها تاريخها وشخصيه لها ايادي بيضاء على نادي الزمالك، وهفضل اقولها طول عمري في اللي حققه نادي الزمالك من بطولات. لان مصطفى مراد فهمي ده لو متربص بنادي الزمالك كان نادي الزمالك زمانه ما حققش اول بطولتين دوري ابطال افريقيا في تاريخه. مصطفى مراد فهمي ده لانه شخص عارف قيمه الاحترافيه في العمل، فهو عمل لنادي الزمالك اللي ما فيش حد في تاريخ نادي الزمالك نفسه عمله له فيما يتعلق بالبطولات الافريقيه. سنه 83 كان المقاولين بطل الدوري والاهلي بطل الكاس، يعني نادي الزمالك لم يكن يحق ليه اصلا المشاركه في دوري ابطال افريقيا 84 اللي هي اول بطوله في تاريخه. ولكن لان كابتن مصطفى مراد فهمي كان عايز يبقى فيه فرصه اكبر للانديه المصريه والانديه الافريقيه ان هي تشارك بده، واستجاب لطلب الاتحاد المصري. لو نقدر نستعرض وثيقه جريده الاهرام في 11 ديسمبر 83 مصطفى مراد فهمي سكرتير الاتحاد الافريقي موافقته على تعديل اللائحه اتاحت لنادي الزمالك انه يدخل يشارك في البطوله ويحققها. ده 11 ديسمبر 83، وانا هو بنحط علامه مائيه ولا القصه دي. اللي عايز ياخد الوثيقه ياخدها، لان بالعكس احنا عايزينها تنتشر. الاتحاد الافريقي يوافق على اشتراك الزمالك في بطوله الدوري القادمه، ده مقصود بها دوري ابطال افريقيا. هنا الاتحاد الافريقي الذي عن اجتماعاته التي استمرت 3 أيام ليصدر اهم القرارات التي تهمنا في مصر وكنا بانتظارها، حيث وافق على اشتراك الزمالك في بطوله ابطال الدوري القادمه معدلا بذلك لائحته. اللائحه اتعدلت في وجود مصطفى مراد فهمي اللي بتشوهه سمعته دلوقتي عشان الزمالك يشارك في دوري ابطال افريقيا 84 ويحققها. الراجل ده لو متربص ما كانش بقى هو اللي ماضي على خطاب تعديل اللائحه اللي جال الاتحاد المصري والنادي الزمالك. الراجل ده هو اللي برضه شاركت في 86 تاني بطولاتك الافريقيه وانت ايضا لا بطل دوري ولا بطل كاس، والنادي الاهلي في 85 كان واخد البطولتين والاسماعيلي كان وصيف الكاس، ولكن برضه شاركت في البطوله بسبب ان النادي الاهلي فضل المشاركه في كاس الكؤوس، فبقى متاح ليك من وقت تعديل اللائحه ان انت تدخل دوري ابطال. الازمه دي كلها بتتقال ليه؟ لان اللي اتقال على المهندس مصطفى مراد فهمي في حلقه للدكتور كمال درويش امبارح كان صعب جدا. نعرضه عشان تفهموا ليه الكلام ده اتقال. يا دكتور هي كمان قضية نوايا وذمم تتعمل لصالح هذه مؤامرات اتعملت على الناس الزمالك. طب جماهير الزمالك لحد دلوقتي زعلانه من دكتور كمال درويش. هو كل مرة بتقول هقول لهم لهم الكلام ده لازم هو يستوعبوه. بس أنا شغلي لازم هم يثقوا فيه. إن أنا لا أدعي ذلك. بس أنا فهمت حاجة دلوقتي إنه الأستاذ مصطفى فهمي رحمة الله عليه وتوفى على حاجة. نعم؟ أستاذ مصطفى لا عايش طبعا. لا ابنه اللي توفى الله يرحمه في الانتخابات مراد الأخيرة في النادي الأهلي قال أنا اللي جايب لكم نادي القرن في مؤتمر في الانتخابات. إيه رأيك؟ اشمعنى دي ما حدش بيقولها؟ طب وحضرتك ما دافعتش ليه عن ناديك؟ يعني ليه ما تمش الدفاع؟
هذه قواعد اتعملت في غيابنا، فوجئنا بيها بالنتائج. بس ده موضوع اتقال كتير يعني. انا بس عشان اقفل الموضوع ما يتفتحش تاني، عايزه حضرتك هو تقول مش حاجه. هو يتفتح للجمهور، كل ما يبقى حد ضدك لجمهور يتفتح. لا بس انا حققت 2003 تمام في مارس احسن نادي في العالم. ايه رايك بقى؟ ده ردي. يعني حضرتك عايز تقول لجمهور نادي الزمالك ارضوا بانه الاهلي هو نادي القرن؟ لا انا ما قلتش كده، أما قلت لازم تعرفوا السبب أيوة. اللي بقى فيه نادي القرن. ما هو جماهير في الزمالك نفس بتردد التوقيت الكلام في ده. نفس اللي ينقد ينقد. انا اللي بقول. انا اللي بقول. انا بخبرتي الرياضيه وعلم الرياضي ده كله بقول هذا الكلام. لازم يسمعوا الكلام بتاعي، مش عاوزين يسمعوا خلاص. برضو اللي بعت بوكيه الورد بعته بناء على ايه؟ من مجلس الاداره يعني باسم دكتور كمال درويش. هاخدها. انت عاوزاني اقول انا بعت؟ انا بعت بوكيه الورد يا دكتور كمال. وعايزني هنا على شاشه قناه النادي الاهلي اتجاوز فكره الرد عن سمعه وذمه شخصيه هي الاكثر تاثيرا في الاداره الرياضيه في تاريخ الاتحاد الافريقي من المصريين. سكرتير عام الاتحاد الافريقي لسنوات وبصمه وتطوير في كره القدم الافريقيه. ذمه المهندس مصطفى مراد فهمي. وانا بقول لك يا سياده المهندس الفاضل اللي انا عارفك اخلاقيا عامل ازاي، واللي انا عارفك شخص يعني ديسنت جدا، ارجوك كفاك ترفعا. قلنا ازاي انت ساهمت في دخول الزمالك بطوله 84 ومش من حقه، و86 مش من حقه، وانك عدلت اللائحه عشان الزمالك يشارك، وانك عملت كل ده، وانك ليك ايادي بيضاء في تاريخ الزمالك الافريقي، وده اللي بيتقال عليك. بيستخدم كلمه الذمه في الكلام عليك. بيتقال حوار مختلق انك قلتوا في انتخابات الاهلي ان انا كسبتكم جايزه نادي القرن، وهو اقسم بالله لم يحدث وليس له اي اساس من الصحه. حد يجيب لنا فيديو صوره زي بالظبط تصريح المرحوم محمود الجوهري، كابتن محمود الجوهري، نفس القصه، اعطوا الزمالك العداله التحكيميه. طب يا ابني سمعت ده فين؟ طب يا ابني شفت ده فين؟ طب يا ابني انت مألف الكلام ده ازاي؟ مفيش. فانا ارجوك المهندس مصطفى مراد فهمي، عليك ان تتخذ اجراء واضحا تجاه كل من يشكك في ذمتك، اللي انا بقول بيضاء نظيفه في كل التغييرات والتحقيقات اللي حصلت في الاتحادين الافريقي والدولي، كنت انت بيشار ليك بالبنان فيها. فارجوك، ده حق اصيل لكل الناس عندك انك لا تتجاوز عن ده، لانه غير مقبول بالمره ان هو يتقال عليك. والقصه ببساطه يا جماعه عند دكتور كمال درويش، هو قالها. دكتور كمال درويش لما فزنا بلقب نادي القرن بعت لنا بوكيه ورد، ولا كان القصه فيها مشكله ولا اي حاجه. لما حصل بقى بعد كده السياق بتاع الخناقه بتاعت نادي القرن، دكتور كمال درويش حاسس انه شايل طول الوقت مسؤوليه ان جمهور الزمالك بيقول له انت خسرتنا القضيه دي وانك ما خدتش اجراء. فحول الموضوع ان انا لا، انا بغسل ايدي من الموضوع. ولكن عايز تغازل جمهور الزمالك، ما يحصلش ده ابدا بالتشكيك في ذمه المهندس مصطفى مراد فهمي، اللي انا بقول ان لك مني شخصيا كل الاحترام والتقدير، ولكن يجب ان تتخذ موقف واجراء واضح تجاه هذا التشكيك، لان ردود بالمنطق وبالدليل وبكل حاجه كلام مش نافع.